هاي جايز، المندي في المنزل بطريقة كتير سهلة. تابعوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هون أنا 2 فروج عم قطعهم قطع صغيرة، وهلا من بعد ما قطعناهم أنا هلا عم حطهم بالجاط. تمام، بدي اغسلهم غسلة تكون كتير قوية، اتخلص من الدم، اتخلص من الزفر والزنخة. وهلا بحط لهم مي وبحط لهم ترنشات حمر على جنب مدة نص ساعة، وبعدين بتخلص من المي. ومن بعدها بنحط لهم بهارات هالمندي هيدا، وملح وقليل من الزيت، وبنقلبهم وبنتركهم على جنب مدة نص ساعة. اوكي. وهلا بنروح بدنا ندبل البصلات. اوكي، دبلنا البسطات. هلا بدنا نعمل الصوص الحر. حطينا قليل من الثوم، حطينا معجون الطماطم، حطينا هلا بندورة مقطع ناعمة، قليل من الملح. هلا بنضيف حر البودر. اوكي، بنضيف هلا الماء الساخن. اوكي ميكس، ونتركه يغلي بقى لحاله هداك. هلا رجعنا لهون، حطينا البندورة، حطينا بهارات المندي المتبقي عنا، حطينا الملح، وهلا عم نقلب. واضفنا الثوم طبعا، وهلا اضفنا الارز وشلناه على جنب. هلا بنشتغل على البارد. بنضيف هلا الماء البارد، ماء بارد يكون. اوكي، وبنغطي هلا بالقصدير السنتة. اوكي، وبنسكبهم بهيدي الطريقة، وبنصف الدجاج عليهم. نحاول يكون السنتة يكون ماسك مظبوط مشان ما يهبطوا معنا الدجاج. اوكي، وبنحط لهم نغطيهم كمان بالسنتة، وبنفوتهم على الفرن مدة ساعتين على درجة حرارة 180. وهلا من بعد مرور الساعتين هلا بنطلعهم شيك عليهم. اوكي تمام. هلا هيك هلا بصفهم بالصينية وبحمر لهم الوش، وبروح بسكب الأرز. اوكي، هلا هون بهالمرحلة فينا نحن ندخن الأرز. اللي بيحب يدخنه يدخنه، نحن صراحة نحن ما بنحبه مدخن. اوكي، هلا عم نضيف، هلا سوري، عم نسكب هلا الأرز. هون تحمر عنا الدجاج، لون الدجاج واو. هلا بنضيف الزبيب ومكسرات اللي بدكن اياه، وبالعافية عليكم.